هو في حد غير سيدنا موسى سمع صوت ربنا سبحانه وتعالى؟ بيقول سبحانه في كتابه الكريم: واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا. في رواية بتقول إن هم قالوا لسيدنا موسى: ادع لنا ربك علشان نسمع صوته سبحانه وتعالى. ودعا سيدنا موسى ربنا واستجاب. وفي رواية تانية بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى إن هو يختار 70 رجلا. طب ليه وإمتى؟ الكلام ده بعد ما سيدنا موسى عليه السلام وجد إن قومه بيعبدوا العجل من دون الله، فخدهم معاه علشان يتوبوا، وراحوا فعلا عند جبل طور سيناء المكان المعلوم. فكان سيدنا موسى لما كان سبحانه وتعالى يتجلى عليه بصوته كان وشه بينور من أثر التجلي. فقالوا لسيدنا موسى: ادع لنا ربك لنسمع صوته سبحانه وتعالى. وفعلا دعا سيدنا موسى واستجاب الملك، وأول ما سمعوا صوت الملك خروا ساجدين من عظمة صوته سبحانه وتعالى. تخيل عظمة الموقف وهم بيسمعوا صوت ربنا سبحانه وتعالى وهو بيكلم سيدنا موسى ويأمره. بس بعد ما سمعوا صوت ربنا فقالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. طب احنا سمعنا صوت ربنا، طب ماشي، بس مش هنؤمن الا ما نرى الله جهرة. بس ربنا سبحانه وتعالى لما حد من عباده بيطلب منه حاجة، لا اما بأدب، لا اما بالدعاء، لا اما ربنا بنفسه هو اللي يؤمر. مش بيتساوم سبحانه وتعالى علشان نؤمن يبقى لازم نشوفك. فغضب سبحانه وتعالى عليهم، وجه الرد السريع اللي مفيش حد يستحمله: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وماتوا كلهم في نفس اللحظة. ودعا سيدنا موسى سبحانه وتعالى وقال: يا ربي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يا رب دول عبادك، سامحهم لضعفهم وجهلهم. واستجاب ربنا لدعاء سيدنا موسى وبيقول سبحانه وتعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.